بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي الرسمية والراحلين عن الفريق. كمان هركز على اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي وإمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. خلونا نبدأ كده بالصفقات الجديدة. وجوستافو سوزا البرازيلي وقع للنادي الأهلي 3 سنوات بداية من الموسم القادم إن شاء الله. قيمة الصفقة 750 ألف دولار والراتب السنوي 900 ألف دولار. طبعا اتكلمنا قبل كده عن جوستافو سوزا، قلت لك السي في بتاعه بالتفصيل. هو بدأ حياته الكروية في الدوري البرازيلي، لعب لعدد من الفرق درجة تانية وتالتة، كان ليه تجربة في الدوري البرتغالي مع فريق ناسيونال ماديرا، ثم انضم إلى الدوري الكوري لفريق جيونبك هيونداي الكوري. لاعب ليهم 3 مواسم، أول سنتين قدم أداء مبهر. في الموسم الأخير ده يعني أرقامه مش جيدة، أرقامه ضعيفة. خلال 20 مباراة سجل 6 أهداف فقط. ولكن أهم حاجة القناعات الفنية بالنسبة لكولر. مارسيل كولر طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع سوزا واختاره من بين المرشحين. قال لك هو ده المهاجم اللي هيفيد النادي الأهلي، واحنا لازم ندعم الإدارة في كل القرارات. ان شاء الله سوزا يقدر يصنع الفارق في هجوم النادي الأهلي، يقدر يطور من المنظومة الهجومية بالنسبة للقلعة الحمراء. أما عن اللاعب الدولي إمام عاشور، المفروض أنه هيخضع للكشف الطبي الفترة الجاية. بعد كده النادي الأهلي هيعلن عن الصفقة بشكل رسمي. بالمناسبة إصابة إمام مش مزمنة، بيتبقى 3 أسابيع لاستكمال البرنامج العلاجي، ثم يشارك مع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. إمام عاشور لاعب كبير، لاعب إضافة، وإن شاء الله يعني يكون من العناصر الأساسية للنادي الأهلي. إمام لاعب جوكر، بيقدر يؤدي رقم 6 رقم 8 في وسط الميدان، كمان يقدر يشارك في خط الدفاع ظهير أيمن أو في الجانب الهجومي جناح يمين أو جناح شمال. لا، إمام طبعا لاعب مختلف وإضافة، وإن شاء الله النادي الأهلي يستفيد منه. واللاعب ده إصابته مش مزمنة يا جماعة، وهو يعني اتعالج مع طبيب منتخبنا وهيستكمل البرنامج التأهيلي والعلاجي، وبعد كده هيشارك مع النادي الأهلي طبعا في فترة راحة، والأهلي هيبدأ بإمام عاشور الموسم الجديد. أما عن اللاعب مصطفى فتحي، مصطفى عنده جيش، وبالتالي فريق طلائع الجيش من حقه يضم اللاعب موسم إعارة. مصطفى ابتعد جدا من النادي الأهلي ونادي بيراميدز واقترب من فريق طلائع الجيش. زي ما قلت لك كده يعني هو عنده مشاكل في التجنيد، عنده جيش. فريق الطلائع ممكن يستعيره لمدة موسم واحد. أنا عاوز أقول لك الصفقات الرسمية حتى الآن للقلعة الحمراء. أول لاعب عندنا إمام عاشور، وقع طبعا بشكل رسمي، والأهلي اتفق مع فريق ميتلاند على كل التفاصيل المادية. بيتبقى الكشف الطبي والإعلان عن الصفقة. تاني لاعب عندنا جوستافو سوزا البرازيلي، وقع للنادي الأهلي 3 مواسم وخلاص تم حسم الأمور مع فريق جيونبك هيونداي الكوري. ثالث صفقة صلاح محسن، وصلاح إن شاء الله هيرجع للنادي الأهلي بداية من الموسم القادم. مارسيل كولر مقتنع بالقدرات الفنية لصلاح، وإن شاء الله يقدر يطور من إمكانياته كمان. الصفقة الرابعة كريم ندفيد، كريم هيرجع بيته تاني، هو كان معار إلى فيوتشر FC. الصفقة الخامسة محمد شكري، مركزه ظهير أيسر، قادم من فريق سيراميكا كليوباترا. دول 5 تدعيمات، يعني صفقات جديدة وعودة بعض المعارين، وإن شاء الله بأمر الله يعني الأهلي يكون فريق قوي، فريق مرعب في الموسم الجديد. طيب هنتقل دلوقتي إلى اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي. طبعا فريق الجزيرة الإماراتي أعلن بشكل رسمي فسخ التعاقد مع بن شرقي، وبالتالي اللاعب دلوقتي حر فري. لجنة التعاقدات دخلت في مفاوضات مع وكيل اللاعب،
وبن شرقي طلب الحصول على 2 مليون دولار في الموسم من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء. هناك اتجاه داخل شركة الكورة للتعاقد مع النجم أشرف بن شرقي لمدة 3 سنوات مع تحديد راتب سنوي بقيمة 1,700,000 دولار بدون دفع مكافأة توقيع، وبالتالي بن شرقي هيتقاضى أعلى راتب سنوي في النادي الأهلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الإدارة هتوفر قيمة الصفقة، يعني هيتم التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني. تم تقديم هذا العرض لوكيل بن شرقي وحتى الآن اللاعب موافق على بنود الصفقة، بيتبقى موافقة كابتن محمود الخطيب لإبرام الرتوش الأخيرة. طبعا أشرف بن شرقي لاعب كبير عنده إمكانيات ممتازة، كان ليه تجربة ناجحة جدا مع نادي الزمالك في الدوري المصري، هو من ناشئين الوداد المغربي، هو لاعب مغربي محترف، لاعب قبل كده لنادي الزمالك، ما عندوش أي مشكلة إنه ينتقل إلى النادي الأهلي، خاصة ان بن شرقي في وقت سابق كان على رادار النادي الاهلي، ويعني كان قريب جدا انه ينتقل الى القلعة الحمراء. زي ما قلت لك كده تفاصيل الصفقة، في اتجاه داخل شركة الكورة على التعاقد مع بن شرقي مقابل راتب سنوي 1,700,000 دولار، والاهلي مش هيدفع قيمة الصفقة، يعني هيتم التعاقد معاه بشكل مجاني، واللاعب موافق على البنود دي. كل الكلام ده في إطار المفاوضات بين شركة الكورة ولجنة التعاقدات مع وكيل أشرف بن شرقي. ممكن جدا نشوف بن شرقي مع النادي الأهلي في الموسم القادم، والصفقة دي هتكلف النادي الأهلي رواتب فيما يعادل 150 مليون جنيه، يعني بن شرقي هيتقاضى في ال3 مواسم 150 مليون جنيه. احنا عارفين طبعا ان أسعار اللعيبة اختلفت، بن شرقي لاعب كبير ولاعب مختلف، بيقدر يأدي في كل المراكز الهجومية، رقم 9، جناح يمين، جناح شمال، صانع ألعاب رقم 10. شفناه مع نادي الزمالك، لاعب ما شاء الله يعني إيجابي فعال، عنده مرونة تكتيكية وعنده التزام تكتيكي داخل الملعب، مستواه ثابت، يعني لو انضم للنادي الأهلي هيصنع الفارق، هيكون إضافة بكل المقاييس أشرف بن شرقي. أما عن اللاعبين الراحلين من النادي الأهلي واللي غادروا بشكل رسمي، طبعا برونو سافيو وحمدي فتحي. حاليا إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني بيحسموا مصير أحمد كندوسي ومحمد شريف. كندوسي تلقى عرضين من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر إعارة موسم. محمد شريف تلقى عرض رسمي من فريق فاتح جمرك التركي شراء نهائي. المعلومة اللي عندي ان كولر مش مقتنع بامكانيات احمد كندوسي، بدليل انه ما لعبش في مباراة القمة ولا المقاولون العرب رغم غياب مروان عطية، وبالتالي كندوسي اقترب جدا من الرحيل اعارة. اما عن محمد شريف فهو عنده الرغبة في خوض تجربة جديدة في الملاعب الاوروبية. الادارة بترحب ببيع اللاعب ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي معين. نادي فاتح جمرك التركي قدم عرض بمقابل 1,000,000 دولار، وده طبعا مبلغ قليل جدا على النجم الدولي محمد شريف. خلي بالك صلاح محسن هو اللي هيكون بقى بديل لشريف مع النادي الأهلي. دلوقتي هقول لك القائمة المبدئية للراحلين عن النادي الأهلي: برونو سافيو، حمدي فتحي، شادي حسين، أيمن أشرف، أحمد كندوسي، لويس ميكيسوني، وولتر بواليا، علي لطفي، رأفت خليل، محمد فخري. رباعي أجنبي هيغادر من النادي الأهلي بالإضافة إلى سداسي مصري. ده بخصوص ملف الراحلين عن القلعة الحمراء. ممكن يغادر عن النادي الأهلي 10 لاعبين. على الجانب الآخر إن شاء الله النادي الأهلي هيعلن عن الصفقات الجديدة خلال الأسبوع ده. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وياريت تقول لي رأيك في التعليقات. شكرا لكم، السلام عليكم.